يا اخواتي اللي يجي على السكه يقعد على الدكه يا اخواتي، واحنا شامين حد بيها اصلا. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين وكل حاجه كويسه والدنيا تمام. انا عمر، ودي سلسله اوبريتنج دوز، الحلقه الاولى اللي ان شاء الله هشرح فيها السي بي يو سكادولينج بروبلمز، طريقه مسائل عندنا في ماده الاوبريتنج سيستم. حرفيا انت هتبقى جوه السي بي يو، هتعمل البروسيس اللي جوه السي بي يو، فيلا نتفرج. يعني اول حاجه الكونتنت اللي عندنا 3 انواع مسائل: الفيرست كوم فيرست سيرفد، والشورتست جوب فيرست، والبرايورتي. طيب كل واحده فيهم ليها طريقه وكلهم كويسين يعني ان شاء الله بساط خالص. طيب اول واحده الفيرست كوم فيرست سيرفد، اللي بيجي الاول بيمشي الاول. يعني ايه؟ انا اصلا دلوقتي الشغل بتاعي كله ان انا هبقى جوه السي بي يو، فانا هشوف في بروسيس هتيجي وبروسيس تانية وبروسيس تالتة وكده، فانا هشوف انهي فيهم اللي هتمشي الاول. دي طرق ماشي انا همشي بيها البروسيس دي او هعملها. طيب دي طريقه منهم اسمها الفيرست كوم فيرست سيرفد، يعني اللي بيجي الاول بيمشي الاول. كلام بسيط خالص. والمساله دي هتجيلك ممكن بشكلين: يا اما هو يديك الاوردر، يا اما يديك الارايفل تايم. ايه الارايفل تايم؟ الارايفل تايم ده لما هو يقولك دي وصلت في الثانيه كذا ودي وصلت في الثانيه كذا، فانت اللي هتضطر انك تعمل الاوردر. في الحالتين اسهل من بعض. طيب اول مساله في الفيرست كوم فيرست سيرفد بيديك جدول زي ده ماشي. تعال نفصصه واحده واحده عشان المصطلحات متبقاش غريبه. البروسيس اللي هو العمليه، ده رقم العمليه، دي العمليه الاولى، دي العمليه الثانيه، دي العمليه الثالثه. طيب الديوريشن او البيرست تايم ده المده بتاعه العمليه. يعني مثلا انا عايز اعمل عمليه برنت مثلا، فرضا يعني عمليه البرنت بتاخد 24 ثانيه. هقول لك ان العمليه دي المده اللي هي بتتعمل فيها. حلو. طيب طبعا دي المده بتاعت كله. بعدين الخانه اللي بعدها الاوردر، الترتيب، دي جت الاول، دي جت بعدها، دي جت بعدها. انا في الاول قلت لك ايه؟ قلت لك ان في ممكن تجيلك بالاوردر، ممكن تجيلك بالارايفل تايم. هنا الارايفل تايم صفر، هو مش صفر، هو مش مديهولك ماشي، فهو انت بتشتغل على الاوردر بس. طيب بيديك جدول زي ده وبيبقى طالب منك شويه حاجات: انك تحسب الويتنج تايم لكل عمليه. يعني ايه الويتنج تايم؟ يعني مثلا P1 هتقعد وقت قد ايه على ما تتعمل. انا جيت دلوقتي هقعد قد ايه لحد ما دوري يجي، ده اسمه الويتنج تايم. هحسب الويتنج تايم لده ولده ولده بقانون صغير خالص. طيب هحتاج احسب ايه تاني؟ هحسب الافريج ويتنج تايم. الافريج ويتنج تايم يعني ايه؟ يعني متوسط الوقت اللي استنوه كلهم. انا مثلا دلوقتي لو واحد عندي عياده وبيجي لي مرضى وكده، فكل مريض منهم بياخد وقت على ما بيجي دوره. بعد ما اليوم بيخلص خالص بحسب افريج، بشوف هل مثلا يعني الوقت المتوسط بتاع كل مريض كان كبير جدا، يعني مثلا كل مريض كان بيستنى ساعة ساعتين. لا هو مش، لا هو ممكن يكون حصل عادي يعني، بس انا بشوف المتوسط. دي الفكرة قصدي. طيب بجيب الافريج، بجيبه ازاي؟ برضو بقانون، وبرسم الرسمة بتاعة الوقت بتاعة العمليات اللي حصلت جوه السي بي يو. تمام، هنشوف كل ده دلوقتي. الرسمة اهي. طيب فاكر لما انا قلت لك ان فيرست كام فيرست سيرفد؟ مين اول واحدة جت في الاوردر هنا؟ رقم 1 بالترتيب كده. طيب اللي هي P1، فانا هكتب هنا ان P1 جت الاول وهي اللي هتمشي الاول. طيب كده كده انا ببدأ الستارت بتاعي من 0، الستارت بتاع الرسمة كلها مش الستارت بتاع كل واحدة. ها طيب فانا كتبت ان الستارت ب0 وهقعد من 0 لحد 24. هتقولي اشمعنى 24؟ هقولك عشان الديوريشن بتاعت P1 24 ثانية عامة ماشي. والله اعلم ايه يعني، بس انا مش عارف الوحدة بصراحة، ممكن تكون ملي سكند، ممكن تكون اي حاجة، بس انت بتشتغل، انت موحد الوحدات يعني. طيب فانا قعدت من الثانية 0 للثانية 24 في P1. طيب دلوقتي P1 خلصت، مين اللي جه بعدها؟ اللي جه بعدها P2. طيب عشان الاوردر بتاعها 2، قعدت قد ايه؟ قعدت 3. هل هكتب من 0 ل3؟ لا. ليه؟ ما هو انا دلوقتي في الثانية 24، انا بعملهم كلهم في نفس التايم لاين كده. طيب في ال 24 و P2 مدتها 3 ثواني، يعني 24 زائد 3 فهيبقى 27.
طيب فانا كده خلصت P1 و P2 ووصلت للثانية 27. مين اللي بعدهم او الاخيرة؟ P3 P3 اللي هي الاوردر بتاعها 3. مدتها قد ايه؟ مدتها 4. طيب هل هقول من 0 ل4؟ لا، هقول من 27 من المدة اللي انا انتهيت عندها زائد 4 هيبقى كام؟ 31. طيب انا كده عملت الرسمة. تاني عملت ايه؟ قلت لك ان فيرست كوم فيرست سيرف، اللي جه الاول اتخدم الاول. ماشي، ده جه الاول، ده جه بعده، ده جه بعده. فده لما جه الاول اتعمل وخلص كله، ودي لما جت بعدها اتعملت وخلصت كلها. قصدي دي لما جت اتعملت وخلصت كلها، ودي لما جت اتعملت وخلصت كلها. حلو الكلام؟ حلو. الحاجات اللي احنا هنحسبها بقى ايه؟ الويتنج تايم، القانون بتاعها هنا ويتنج تايم ايكوال ستارت تايم. يعني ايه؟ يعني هنا P1 الويتنج تايم اللي هي استنت قد ايه؟ ما استنتش حاجه، اول لما جت اتعملت على طول. عرفت منين؟ ما عشان انا بدات من زيرو، هو ده الستارت تايم، فهي اول لما جت اتعملت على طول، فهي ما استنتش حاجه اصلا. دي اللي جت اول لما العياده اتفتحت على طول، ما خدتش وقت على ما تستنى. طيب P2 استنت قد ايه؟ انا قلت لك القانون بيقول لك waiting time equal start time. طيب P2 كان مدتها 3 ثواني، بس هي بدأت في الثانية 24، وهو ده الستارت تايم بتاعتها. بص هنا P2 بدأت من 24 وانتهت في 27. طيب استنت قد ايه؟ استنت ال 24 ثانية اللي كانت P1 جوه فيهم. تمام؟ فهو قانون waiting time equal start time. طب الستارت تايم ده بتجيبه منين؟ من التايم لاين اللي احنا بنجيبه هنا ده، مش من الجدول، عشان مش هتلاقيه في الجدول على فكرة. طيب P3 قعدت وقت قد ايه مستنيه؟ قعدت 27 ثانيه على ما P1 و P2 خلصوا، فقعدت 27 ثانيه، وده الستارت تايم بتاع P3. حلو الكلام؟ الحته دي بسيطه خالص. طيب الافريج بيبقى مجموعهم على عددهم. ماشي، هم عددهم كام اصلا؟ عددهم 3، مجموعهم كام؟ 0 زائد 24 زائد 27، ده مجموع. طب على عددهم اللي هو على 3، فهو 0 زائد 24 زائد 27 على 3 هيطلع لك 17. 17 ايه؟ ثانيه بقى، ملي، اي حاجه مالناش دعوه، المهم ان احنا شغالين بنفس الوحدات اللي موجوده. طبعا هو لو مديك الوحدات لازم تحطها، تمام؟ لو مديك سكند او ملي سكند او اي حاجه. ده اول مساله واسهل مساله، اللي هي ما فيهاش تقريبا شغل خالص. طيب هناخد برضو مساله تانية على الفيرست كوم فيرست سيرفد، بس ايه؟ وهو مديك الارايفل تايم. ماشي، نراجع الجدول كده. ده البروسيس P1 P2 P3 P4 P5. الديوريشن اهي 10 5 2 6 4. الاررايفل تايم 0 3 5 6 8. طيب فاكر الاررايفل تايم ده ايه؟ دي وصلت في الثانيه 0، دي وصلت في الثانيه 3، دي وصلت في الثانيه 5، دي وصلت وهكذا. تمام. اول حاجه بنعملها ايه؟ ان احنا بنجيب التايم لاين. طيب التايم لاين اهو. ماشي، جه منين التايم لاين ده؟ انا مش قلت لك ان انا الفيرست كوم فيرست سيرفد؟ مين اول واحده وصلت؟ البي 1. طيب عرفت ان انا اول واحده وصلت في الثانيه 0، مفيش حد وصل قبلها، فهكتب البي 1 هتتعمل كلها. طيب كلها ده اللي هو قد ايه؟ من 0 ل 10. اشمعنى 10؟ عشان هي الديوريشن بتاعتها 10 ومفيش حاجه جت قطعتها. تمام، فانا كده كتبت بي 1 خدت من 0 ل 10. حلو الكلام. بي 2 دخلت بعدها على طول. ليه؟ عشان الاررايفل تايم بتاعها هو اللي فوقيها على طول، يعني دي كانت 0، في حاجه اكبر من 0 هنا اصغر من 3؟ لا. طيب فهو بالترتيب كده 0 3 5. طب اقول لك على حاجه، لما تشوف مساله زي دي اعمل انت اوردر زي السؤال اللي فات. يعني مثلا سيبك من كده، تعالى نغير اللون. قول لي هنا، لا الاصفر مش هيبان. قول لي هنا ان انت هتعمل ترتيب، سيبك من الاررايفل تايم. دي وصلت الاول، دي وصلت بعدها، دي وصلت بعدهم، دي وصلت بعدهم. هو سبحان الله يطلع نفس الترتيب يعني، بس هي اكيد مش هتجيلك كده. انت هتبص على الاررايفل تايم وتشوف مين وصل الاول وتديله الاوردر البدري اكتر. تمام. تعالى بس كده عشان محدش يتلخبط، ده الاوردر ولا انا مسحه خالص اصلا، بس انت عرفت ان هي ماشيه كده يعني. طيب P1 خدت من 0 ل 10 اللي هو الديوريشن بتاعتها. تمام. طيب مين اللي هيخش بعدها؟ قلنا P2 هتاخد من 10 ل 15. تقولي ليه من 10؟ هقول لك ما هو P1 خلصت في 10. تمام، والديوريشن بتاعتها 5، فهيبقى 5 زائد 10 هيطلع 15. حلو الكلام. طيب مين هيخش بعدهم؟ P3. تمام، P3 هتنزل هنا، وهبدأ منين؟ هبدأ من الرقم اللي انا وقفت عنده في اللي فاتت اللي هو 15. 15 زائد الديوريشن بتاعت P3 اللي هي هنا 2، 15 زائد 2 يبقى 17. تمام. مين وصل بعدهم؟
البي 4 وصلت بعد 6 ثواني. طيب انا كنت واقف عند رقم 17 صح؟ وبي 4 مدتها قد ايه؟ مدتها 6، فيبقى 17 زائد 6 23. تمام، انا كده خلصت لحد بي 4. مين وصل بعدهم او مين الاخر؟ بي 5. طيب بي 5 مدتها 4 وهي بدأت في الثانية 23، هيبقى 23 زائد 4 27. ده التايم لاين. كلام بسيط، كلام حلو. يلا بقى نحسب الحاجات اللي بنحسبها. الويتنج تايم هنا هيبقى ايكوال الستارت تايم ماينس الارايفل. ايه الارايفل ده؟ وصلت امتى؟ تمام. ماشي، يلا نحسب الويتنج تايم بتاعهم كلهم. الويتنج تايم بتاع بي 1 احنا قلنا القانون ستارت ماينس ارايفل. بدأت امتى البي 1؟ بدأت من 0. طيب الارايفل هنا مكتوب برضو 0، فهتبقى 0 ناقص 0 بيساوي 0. هي ما استنتش، هي اول ما جت مشيت على طول. دايما اول واحده دي كده بتيجي وبتمشي على طول من غير ما تستنى، في الفيرست كام فيرست سيرفد. تمام. طيب الويتنج تايم بتاع بي 2 قلنا ستارت ماينس ارايفل. الستارت هنا بدأت امتى البي 2؟ بدأت عند 10، والارايفل بتاع بي 2 بيساوي 3، فهيبقى 10 ناقص 3 بيساوي 7. حلو. طيب تعالى نجيب البي 1 نجيب الويتنج تايم بتاع البي 3. البي 3 الويتنج تايم بتاعها بيساوي ستارت ماينس ارايفل، والستارت بتاع بي 3 15، والارايفل بتاع بي 3 بيساوي 5، فهيبقى 15 ناقص 5 بيساوي 10. حلو. طيب بي 4 تعالى نجيب لها الويتنج تايم. هنقول ستارت ماينس ارايفل. بي 4 بدأت هنا في 17 ماشي، والارايفل بتاع بي 4 بيساوي 6، فيبقى 17 ناقص 6 بيساوي 11. تمام، دي استنت 11 ثانية على ما اشتغلت. ماشي، نجيب الويتنج تايم بتاع بي 5. هنقول ستارت ماينس ارايفل برضو. بي 5 بدأت في الثانية 23 والارايفل بتاعها 8، فهيبقى 23 ناقص 8 بيساوي 15. تمام. ماشي، بعد ما جبنا الويتنج تايم بتاعهم كلهم بنجيب الافريج. الافريج ده اللي هو ايه؟ مجموعهم على عددهم. مجموعهم هم كام؟ 1. لا ثانية، عددهم هو اللي كام؟ 1 2 3 4 5. تمام، فانا هحط تحت 5. طب مجموعهم بقى كام؟ 0 زائد 7 زائد 10 زائد 11 زائد 15 اهو. هكتب كل ده على 5 هيطلع لك 17. انا اتاكد من الرقم بس ثاني. الرقم طلع غلط فعلا يا جماعه، والله كنت شاكك فيه. هتطلع ب 8.6. هبعت لكم الشيت ده متصحح او متعدل، او ثانيه واحده نكمل زي ما احنا عادي. طلعت ب 8.6. وبس كده استويت حاليا. نخش على بعده. اللي بعده مسألة جديدة اسمها shortest job first. في الثانية اللي انا فيها الاقصر هي اللي بتخلص الاول. يعني ايه؟ يعني انا بمشي مع كل ثانية وبشوف في بروسيس صغيرة اعرف اخلصها في السريع كده ولا لا. طيب دي برضو ليها نوعين. لما يكون الاررايفل تايم بتاعهم كلهم 1 او كلهم جايين مع بعض ماشي، دي ليها طريقة. وفي لما يكون في arrival time موجود. طيب نشوف الكلام عليا. هيديك جدول زي ده دلوقتي اول نوع اللي هو كلهم وصلوا مع بعض، بس انا همشي الاقصر منهم الاول. طيب ده نوع برضو سهل. هنا بيقولك ان في 4 عمليات، وده الوقت بتاع كل عملية منهم مش وصلت امتى. الوقت البيرست تايم اللي هي الديوريشن. تمام، البيرست تايم او الديوريشن 1 تقريبا. طيب تعال نرسم التايم لاين. انت دلوقتي بعينك كده شايف مين اقصر واحدة؟ بي 4 عدد 3 ثواني بس، مدتها قصدي 3 ثواني بس. طيب فدي اول واحدة اكيد هتمشي، يبقى تمام بي 4 اول واحدة. مين مين اكبر منها على طول؟ البي 1 مدتها 6، فكده الترتيب هيبقى بي 4 بي 1. تمام، مين بعدهم؟ بي 3، هيبقى بي 4 بي 1 بي 3، واكيد في الاخر بي 2 اهو. بي 4 بي 1 بي 3 بي 2. طيب جبت الترتيب ده منين؟ انا شفت المده بتاعته صغيره ومشيته الاول عشان ما يعمليش دوشه وما يعمليش زحمه والجو ده. طيب اول واحده اللي هي بي 4 انا بدات من بي 4، مش لازم ابدا من بي 1 على فكره، ومش يعني انا ببدا من الاقصر. حلو. طيب بي 4 خدت من الثانيه 0، انا كده كده الستارت بتاعي دايما 0 لحد الديوريشن بتاعها اللي هو الثانيه 3. تمام، من 0 ل 3. مين بعدها؟ قلنا بي 1. بي 1 هتبدأ من الثانية 3 وهتقعد الديوريشن بتاعها 6 ثواني، فهيبقى وصلت ل9.
3 زائد 6 9. طيب بعدين بي 3 الديوريشن بتاعتها 7 وهي تبدأ من 9 فهتوصل ل 16. بي 2 اخر واحدة هتبدأ من 16 هتوصل ل 8 مش توصل ل 8، 16 زائد الديوريشن اللي هو 8 هيبقى 24. طيب نحسب شوية الحاجات اللي بنحسبهم. الويتنج تايم بتاعه، الويتنج تايم هنا بيساوي الستارت تايم بس. هتقولي مش كنا بنقول ماينس الارايفل؟ هقول لك ما هو هنا مفيش ارايفل اصلا، كده كده الارايفل هنا يبقى صفر فمش هكتبه. تمام. بي 4 استنت قد ايه على ما اتعملت؟ ما استنتش حاجه، اول ما جت مشيت على طول. بي 1 استنت قد ايه؟ استنت 3 ثواني. طيب بي 3 استنت قد ايه؟ استنت 9 ثواني بتاعت العمليتين اللي قبلها. بي 2 استنت قد ايه؟ استنت كل اللي قبلها اللي هو 16 ثانيه. بجيب الستارت تايم. تمام. الافريج هجيبه ازاي؟ هقول لك مجموعهم برضو على عددهم. طيب مجموعهم 0 زائد 3 زائد 9 زائد 16 على عددهم على 4 بيساوي 7. هتقولي احنا ليه بنحسب الصفر؟ ما هو الصفر ده هنا عملية برضو، ما هو الزبون اللي جه ومشي على طول ده من غير ما يستنى ده برضو هيخش ضمن الحسابات بتاعتي. تمام. وهنا الويتنج تايم هيطلع 7، ان شاء الله برضو يطلع رقم صح يعني، لو في حاجة غلط هبعتها عامة. طيب نخش على اللي بعده، مسألة الشورتج جوب فيرست، بس دي رقم واحدة بصراحة. ليه؟ عشان انا همشي مع كل ثانية حرفيا. يلا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنا بيقول لك ان في P1 و P2 و P3 P4 ودي المدة بتاعتهم او البيرست تايم وده الارايفل تايم، كل واحدة فيهم وصلت امتى. طيب احنا هنا هنمشي معاها ثانية ثانية. طيب طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي هبدأ عادي جدا من الثانية صفر. انت اعتبر نفسك السي بي يو دلوقتي، ماشي؟ انت كسي بي يو دلوقتي في الثانية صفر انت عندك عملية واحدة بس. طيب فالمنطقي انك هتعمل ايه؟ هتعملها اكيد يعني، مش هتجيب عملية تانية من بره. طيب ممكن اكتبها عشان مش عايز احرق لكم الرسمة بصراحة. هنعمل هنا دلوقتي تايم لاين كده ونكتب فيه P1. ماشي. هل P1 هتتعمل كلها؟ هنا لا. ليه؟ انا كده كده الستارت بتاعي صفر. تمام. مش هتتعمل كلها ليه؟ عشان انا اول لما هخش انا دلوقتي في اول ثانية خلصت اول ثانية ماشي من P1 لقيت في عملية تانية جت اسمها P2 اهي. طيب عرفت منين انها جت بعدها يعني؟ عشان مكتوب لك هنا في الاررايفل تايم وصلت في الثانية الاولى. طب ما في الثانية الاولى، طب ما انا شغال في عملية بس انا عندي مبدأ بيقول لك shortest job first. طب هل P2 اصغر؟ المدة بتاعتها اقل؟ المدة بتاعتها 4. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هقفل العملية بتاعت P1 دلوقتي مؤقتا، هقول لها اصبري. تمام. وانا عملت منك قد ايه؟ عملت منك ثانية بالظبط. ليه؟ ما هو انا من P1 لحد P2 عدى ثانية، فخلاص هقول لا دقيقة واحدة بس، في واحدة اقصر منك همشيها وانت جايلك بعدين. ماشي. بس هعدل حاجة في الجدول. هعدل ايه؟ هعدل الرقم ده، الستة دي هتبقى 5. ليه 5؟ ما هو انا عملت منها ثانية فهو اللي فاضل لي دلوقتي 5، فانا هعتبرها ان هي دلوقتي فاضل فيها 5 ثواني. مش هعتبرها، هي فعلا فاضل فيها 5 ثواني. تمام. هعمل ايه بعدها؟ هعمل P2 طبعا عشان انا وقفت العملية الاولى عشان P2. انا دلوقتي السي بي يو وانا دلوقتي ما عنديش غير P1 و P2. مين اقصر عندي دلوقتي في الثانية الاولى؟ P2، فهعمل P2. هل هعملها كلها؟ برضو لا. طب ليه؟ عشان في الثانية التانية بالظبط في الثانية التانية هتلاقي P3 وصلت، يعني انا كل شوية اقطع هي بتعمل كده. طيب P2 عملت منها قد ايه؟ عملت منها من الثانية الاولى للثانية التانية عملت منها ثانية واحدة بس، فهكتب هنا 2. طيب و P2 هنا هقللها 1، بدل ما كانت 4 اخليها 3. وبعدين انا دلوقتي جوه السي بي يو خلصت، انا دلوقتي في الثانية التانية ماشي، وصلت لي P3 اقصر واحدة كمدة مدتها ثانيتين بس. طيب فهعملها على طول وهرجع للباقي بعدين. تمام. هكتب هنا P3. هل P3 هتتعمل كلها؟ طب انا بقول ولا بناء على ايه؟ بناء على هل انت اقصر واحدة في الوقت اللي انا فيه دلوقتي؟ طيب انا دلوقتي في الثانية التانية P3 مدتها ثانيتين واللي فات كله اكبر، واللي بعدها هتوصل في الثانية التالتة وبرضو اكبر، فكده ايه؟ كده انا هعمل P3 كلها، يعني هتقعد من الثانية التانية لحد الثانية الرابعة.
تمام، خلصت بي 3 اشطب عليها بقى، ونرجع بقى نشوف الكلام على ايه في القرف اللي باقي. تمام، انا دلوقتي في الثانيه الرابعه. هعمل ايه؟ وصلت لي عمليه كمان في الثانيه الثالثه اسمها بي 4، بس هي عشان اكبر من بي 3 فانا ما اهتمتش بيها قوي، بس انا دلوقتي ههتم بيها. انا دلوقتي مش هبص على الاررايفل تايم، هعتبرها زي المساله اللي فاتت. عندي بي 1 مدتها 5 وبي 2 مدتها 3 وبي 4 مدتها 3. هعمل انهي منهم دلوقتي؟ هعمل منهم دلوقتي نبص على اقصر رقم اللي هو بي 2 مدتها 3 وبي 4 مدتها 3 برضو. طب مين وصل الاول؟ بي 2، فهعمل بي 2 الاول. طيب بي 2 مدتها قد ايه؟ او مش هعملها، انا هكملها عشان انا كنت شغال فيها في الاول على فكره. طيب هعمل فيها قد ايه؟ هعملها كلها من 4 لحد 7. ليه 7؟ عشان هي كانت مدتها اللي باقيه 3، ف4 زائد 3 هيبقى 7. تمام كده انا خلصت من بي 2 كمان. ماشي، دور مين دلوقتي؟ انا فاضل لي بي 1 اللي هي مدتها 5 وفاضل لي بي 4 اللي هي مدتها 3. هعمل انهي منهم؟ shortest job first، الاقصر هيتعمل الاول. هعمل بي 4. بي 4 هعملها كلها ولا هعمل حته منها؟ هعملها كلها ماشي عشان هي اقصر واحده. من 7 هزود عليها 3 هيبقى 10. تمام، فاضل لك مين انت ايه الرقم ده؟ اعتبره 10. تمام، انا دلوقتي جوه السي بي يو عندي مين دلوقتي؟ عندي دلوقتي بي 1 بس، انا خلصت دلوقتي من بي 4. ها، عندي دلوقتي بي 1 مدتها فاضل لها قصدي 5. طيب من 10 ل5 هيبقى 15. تمام، مش عارف اكتب على الباد معلش. بي 1 بس انا خلاص فككوا بقى من العبط ده، اوريكم الرسمه اللي معموله على الباوربوينت يعني. اهي نفس الكلام اللي انا عامله بالظبط. يعني دلوقتي بي 1 اتعملت على كام مده؟ بي 1 اتعملت على 1 2، خدت فترتين. طيب وبي 2 اتعملت على فترتين برضو اهو واهو، وبي 3 اتعملت كلها مره واحده، وبي 4 اتعملت كلها مره واحده. تمام، رخمه شويه بس هتيجي مع الحل يعني. هحسب شويه الحاجات اللي بحسبهم، الويتنج تايم والافريج. ماشي، القانون ده كله الويتنج تايم ايكوال ستارت تايم ماينس ارايفل تايم، ده اللي احنا خدناه في العادي، بلس ستارت بتاع البدايه الثانيه، ستارت البدايه، ستارت الثانيه ماينس اند الاولى. يعني ايه؟ هقول لك دلوقتي. تعال نجيب الويتنج تايم بتاع اول واحده. ماشي، اول واحده الستارت تايم بتاعها كام؟ هي بدات من الثانيه 0 صح؟ فهتكتب 0 ناقص الارايفل تايم، خدت وقت قد ايه على ما جت؟ ما خدتش وقت برضه، فهيبقى 0 ناقص 0 زائد اللي في القانون ستارت 2. مش بي 1 بدات تاني؟ بدات هنا اهو. ماشي، الستارت التانية بتاعتها كانت 4 ثواني، معلش خدت بالي غلطه فين. الغلطه ان بي 1 اهي، انا اتحاولت وشفتها هنا. ماشي، فبي 1 الستارت التانية بتاعتها 10 ناقص 1. ايه الواحد ده؟ الاند بتاع الاولى اهو. يبقى تاني كده القانون ستارت تايم ماينس ارايفل تايم بلس ستارت التانية ماينس اند الاولى. تاني كده. ماشي، قلنا ان الستارت تايم بتاع بي 1 في الاول 0 وال ارايفل تايم برضو كان 0، فهتبقى 0 ناقص 0. نخش على الجزء التاني اللي هو ستارت 2 ماينس اند 1. ستارت 2 بدأ التاني امتى؟ بدأ التاني في الثانية 10 واند 1 نهاية الأولى اهي، خدت رقم 1 يعني، هيبقى 10 ناقص 1 بيساوي 9. طيب هتوضح أكتر في المثال التاني. الويتنج تايم بتاع بي 2 هقول الستارت تايم بي 2 بدأت الستارت تايم بتاعها اهو 1 ماينس الأرايفل تايم بي 2 الأرايفل بتاعها كان 1، فهيبقى 1 ناقص 1 زائد الستارت 2 ماينس اند 1. ماشي، بي 2 بدأ التاني امتى؟ بدأ التاني في الثانية 4. تمام، ويعني هكتب 4 ماينس اند 1. بي 2 خلصت امتى في الأول؟ خلصت في الثانية التانية. ماشي، ما هي بي 2 الستارت بتاعها في الأول اهو والاند بتاعها في الأول اهو، فهيبقى أنا عايز الاند 1، فالاند 1 ب 2. تمام، تاني مرة كمان كده عشان لو حد اتلخبط. بي 2 اهي الستارت تايم بتاعها 1، الرايفل تايم بتاعها 1، الستارت بتاع
الفترة التانية بتاعتها كان 4 ماينس الاند بتاع فترتها الاولى اللي هو 2 هيطلع لك 2. تمام ماشي. البي 3 هقول ستارت تايم ماينس ارايفل تايم. هتقولي مش هتكمل بقيه القانون، هقولك عشان هي اتعملت على فتره واحده بس. طيب بي 3 الستارت بتاعها 2 والارايفل بتاعها 2. تمام جبته من هنا، فهيبقى 2 ماينس 2 equal 0. ليه؟ عشان دي اول ما جت مشيت على طول لو فاكر يعني. تمام نيجي على بي 4 ستارت ماينس ارايفل، ومش هنخش على الجزء ده عشان هي اتعملت على فتره واحده زي ما قلنا. فيبقى الستارت بتاعها بي 4 بدأت من 7 والارايفل تايم بتاعها 3، فهيبقى 7 ناقص 3 بيساوي 4. ده الويتنج تايم بتاعهم كله. تعال نجيب الافريج. الافريج هنقول مجموعهم على عددهم 9 زائد 2 زائد 0 زائد 4 ماشي على 4 على عددهم، هيطلع لك 3.75 ايا كانت الوحده يعني. ماشي رخمه رخمه جدا بصراحه، بس يعني بتتحل في الاخر. طيب نخش على الجزء الثالث والاخير في الفيديو ده، مساله البريوريتي. مساله البريوريتي كل فكرتها ان في حاجه اسمها اولويه. يعني ايه؟ يعني انا بدي افضليه لعمليه انك اول لما تيجي انت لازم تمشي، وفي عمليه تانية برضه اول ما تيجي لازم تمشي وكده، عشان دي بالنسبه لي اهم. طيب ماشي هدي مثال. انا مثلا لو فاتح مكان بعمل فيه خدمه مثلا ايا كان ايه، انا عارف ان في مثلا عامل كده لستة للموظف اللي موجود، قلت له لو جالك حد من اهلي دخله الاول، وبعدين لو جالك حد من صحابي دخله بعد اهلي على طول، ولو جالك حد مثلا كذا من معارفنا دخله بعد صحابي على طول. ويعني دي الاولويه اللي عندي، الليسته الاولى اهلي رقم 1 مثلا، صحابي رقم 2، معارفنا رقم 3، بعدين دخل بقيه الزباين. ماشي دي حاجه اسمها اولويه انا بسيبها. طيب هنا بتبقى في العمليات نشوف البريوريتي بتيجي ازاي. المساله بتاعتها بيديك جدول زي ده حلو في العمليات كلها، وفي priority الأولوية. يعني أنا بقوله دلوقتي إن P2 يعني أولوية قصوى عندي، و P4 بعدها، و P1 بعدها، P3 بعدها، P5 بعدها. ماشي طيب البرست تايم أو الديوريشن دي مدة كل عملية منهم، وده الأرايفل تايم وصلت امتى. طيب أنا بحل السؤال ده ازاي؟ تعالى كده نكتب بالقلم. ماشي الخط ده ما بيتخنش غالبا. ماشي هعمل ايه دلوقتي؟ هرسم التايم لاين كده، وهقول فيه اعتبر برضو نفسك جوه السي بي يو. يا دي النيلة. ماشي لما اعتبر نفسي جوه السي بي يو، انا دلوقتي الستارت بتاعي من الثانية 0. ماشي مين اللي وصل عندي في الثانية 0؟ اللي وصل عندي في الثانية 0 P1. هتقولي مش P2 ليها اولوية اكتر؟ هقولك بس هي لسه ما جاتش. دلوقتي انا جالي زبون عادي هدخله في الاول، اكيد مش هسيب العيادة فاضية. ماشي هكتب P1. هتقعد وقت قد ايه P1؟ P1 هتفضل قاعدة لحد الثانية 11. هتقولي ليه تقعد لحد الثانية 11؟ عشان أول واحدة لازم تخلص كلها في البريوريتي. طيب ف P1 هتقعد من 0 لحد الثانية 11 وهتخلص كلها وخلاص شكرا، مش عايزين نبص عليها تاني. تمام مين دلوقتي؟ أنا دلوقتي في الثانية 11. تمام مين دلوقتي هيخش؟ هتقولي هبص على الأولوية. تمام بص على الأولوية، بس اعمل حسابك مين وصل ومين لسه ما وصلش. ماشي لما بصيت على الأولوية لقيت إن P2 وصلت، و P4 وصلت، و P5 وصلت. طب هدخل أنهي منهم؟ نبص على الأولوية. تمام الأولوية عندي بتقولك إن P2 هي اللي لازم تخش في الأول، فهكتب هنا P2. ماشي P2 هتتعمل كلها؟ هتتعمل كلها. ليه؟ هنا مش بقطع، انا هنا اللي بيخش بعمله على طول. تمام P2 مدتها قد ايه؟ مدتها 28 ثانية، والستارت بتاعها 11، فهي بدأت من 11 تقعد 28 هتوصل لحد 39. تمام انا دلوقتي جوه السي بي يو وصلت لحد الثانية 39. انا ملاحظ ان 39 اكبر من كل الارايفل تايم، يعني كده كله وصل الحمد لله. فما تبصش خلاص بقى على الارايفل تايم اصلا، وتعالى بقى نبص على البريوريتي اللي هي الاولويه. تمام انا خلصت P2 نشطب عليها برضو.
كده. فاضل لي دلوقتي P3 و P4 و P5. ماشي. قلنا مش هنبص برضو على الأرايفل تايم، نبص على الأولوية. مين ليه أولوية دلوقتي إن هو يخش؟ اللي ليه أولوية دلوقتي إن هو يخش اللي هو البريوريتي بتاعته أقل، اللي هو P4 اللي الأولوية بتاعته 1. ماشي. فالP4 أول ما تخش هتقعد مدتها كلها. تمام. مدة الP4 قد إيه؟ مدة الP4 10 ثواني. طيب فأنا كنت بادئ من ثانية 39، هقعد عليهم 10 ثواني كمان، فهيبقى 49. تمام. بعد الP4 فاضل لي مين؟ فاضل لي P3 و P5. مين ليه priority أكتر من التاني؟ الP3 عشان رقمها 3. فهعمل دلوقتي الP3. ماشي. هديها رقم كام؟ هي بدأت من 49 وهتقعد المدة بتاعتها اللي هي ثانيتين، فهتبقى لحد 51. تمام. نشطب على، احنا مشطبناش على P4 ولا شطبنا على P3. ماشي. الاتنين دلوقتي مش موجودين بالنسبة لي. فاضل لي مين؟ فاضل لي الP5. طيب يلا P5. هكتب هنا P5 بدأت من 51 ومدتها 16 ثانية، فهتوصل لحد رقم 76. تمام. ده شكل التايم لاين عندي. نشطب على الكلام ده بقى عشان كنت نبص عليه في السلايد يعني اهو بشكل انضف. P1 من 0 ل 11، P2 من 11 ل 39، P3 تمام، كله تمام. بس حاسس ان في رقم غلط، في رقم برضو غلط. كنت كاتب هنا في التايم لاين بدل 49 كنت كاتب 42. هي كتابيا بس غلط، انما هي كنت حاسبها صح. ماشي. نجيب بقى الويتنج تايم بتاعهم كلهم. الويتنج تايم هنا ستارت ماينس ارايفل. P1 وصلت في الثانية 0 وما استنتش وقت خالص، الارايفل بتاعها برضو 0، فهكتب ان الويتنج تايم بتاعها 0. P2 بدأت في الثانية 11 والارايفل بتاعها 5 ف6 ثواني. P3 بدأت في الثانية 39 والارايفل بتاعها ثانيتين. ماشي. فهيبقى 37. P4 ستارت من الثانية 49 والارايفل بتاعها 12 ثانية، فهيبقى 37. P5 الستارت بتاعها 51 والاند او الارايفل بتاعها 9 ثواني، فهيبقى 42 ثانية. تمام. الافريج قلنا مجموعهم على عددهم، ففي الافريج هكتب 0 زائد 6 زائد 37 زائد 37 زائد 42 على 5 هيطلع لك 24.4. تمام. دي البريوريتي. المسائل كلها عايزة حل، وفي أسئلة كتير تقريبا مبعوثة على الجروب عندنا، فبصوا عليها وجربوا حلوا وابعتوا على الجروب. أكاد من فرط الجمال، فرط الجمال أذوب. هل يا حبيبي